ازيكم وعاملين ايه؟ ميعادنا النهارده مع مقارنه اتطلبت كتير قوي على القناه، بالذات بعد ما نزلت المراجعه بتاعت السامسونج الجالاكسي الاي 55. ناس كتير قعدت تسال نشتري الاي 55 افضل ولا البوكو الاكس 6 برو؟ بصراحه الجهازين كل واحد عنده النقاط اللي بتميزه واللي بتخليه قوي فيها كده ومفيش جهاز تاني ينافسه فيها، وكل جهاز برضه عنده نقط ضعف صغيره كده ممكن تضايقك لو هتجيب. ففي الفيديو ده ان شاء الله بناء على تجربتي للجهازين دول جاي احسم لكم الجدل كده واقول لك تشتري مين فيهم من الاخر. بس قبل ما نبدا بقى المقارنه بتاعتنا بفكرك لو في اي مقارنه او اي فيديو او اي مراجعه او اي حاجه عايزينها تنزل على القناه ان شاء الله اكتبوا لي تحت في التعليقات، لان انا تقريبا بقرا التعليقات واكتر كومنت بيكون عليه لايكات بعرف ان الموضوع ده انتوا عايزينه. ويلا بينا نخش على المقارنه. وزي ما انتوا عارفين اي مقارنه بنبداها لازم نبداها طبعا بالتصميم والشكل، لان دي اول حاجه عينك كده ايه بتقع عليها اول ما تمسك الموبايلين. والجهازين دول فعلا مختلفين كليا في لغه التصميم اللي جايين بيها، لان عندك مثلا البوكو الاكس 6 برو تصميمه جاي مختلف شويه في حته الظهر، ولكن الماتيريالز البيزك اللي متعودين عليها من كل الموبايلات اللي في الفئه المتوسطه، الخامات البلاستيك بالكامل سواء الفريم او الظهر، والوزن الخفيف 186 جرام، والسمك التخين شويه 8.3 ملم. فتصميم تتفق او تختلف معاه هو مختلف ودي اذواق، ولكن في حته خامات التصنيع فالسامسونج هيكسب وباكتساح. السامسونج يا جماعه هنا جاي بيقدم طفره في الماتيريالز بتاعت الفئات المتوسطه. الجهاز جاي بظهر من الزجاج محمي بطبقه حمايه من شركه كورنينج، وفريم او اطار من المعدن من الالومنيوم يمنعه بقى من الخدوش من الكسر من الحاجات دي كلها. موجود معاه الحمايه الاي بي 67 واللي بيخلي السامسونج مقاوم للغمر في الميه، يعني ممكن تنزل بيه الميه، طبعا لازم تكون ميه عذبه والكلام ده كله مش ميه البحر، ولكن حتى لو نزلت بيه البحر بس مش تغطسه في الميه، ولكن تاخد بيه شويه صور وكده، لو اي طرطشه جت عليه او اي حاجه مش هيحصل له ان شاء الله اي حاجه. عكس البوكو اللي جايب معاه الحمايه اي بي 54 اللي مقاوم بس للطرطشه الخفيفه كده بتاعه الميه، فده اوعى تكبه في ميه او تسيبه يقع منك مثلا في جردل في ميه، الحاجات دي كلها. ولكن كل اللي سامسونج قدمته في التصميم ده جه على حساب الوزن اللي بقى تقيل نسبيا. وزن السامسونج بيقرب للربع كيلو، حوالي 213 جرام، فانت لو بيضايقك الوزن التقيل في الموبايل فالجهاز ده ما اعتقدش هيبسطك خالص. بالاضافه لان تصميم السامسونج مكرر بقاله كتير، يعني الاي 54 كان نفس الشكل، الاي 34 نفس الشكل، الاي 24 تقريبا نفس الشكل، اغلب اجهزه سامسونج في الفئه المتوسطه كلها نفس الشكل. فدلوقتي ومن وجهه نظري البوكو هياخد نقطه واحده فقط لتصميمه المختلف، ولكن السامسونج هياخد نقطه بسبب الماتيريالز المستخدمه في تصنيع الجهاز، ونقطه ثانيه لمعيار الحمايه الاي بي 67، فكده نقطتين للسامسونج في التصميم. والجزئيه بقى اللي بعد كده واللي بتكمل برضو التصميم ولكن العكس بقى الشاشه، فدي اللي في ناس كتير ممكن تختلف معايا فيها، لان السامسونج زي ما كلنا عارفين بيجي بشاشه من نوع سوبر اموليد وبتردد 120 هرتز ومستوى بيوصل لحد 1000 نتس او 1000 شمعه، وشاشات سامسونج بقى والالوان وي والكلام ده كله كلام جميل وعلى راسي من فوق. ولكن من تجربتي الشخصيه البوكو الاكس 6 برو تجربته احلى بكتير في جزئيه الشاشه. عندك شاشه من نوع اموليد داعمه ل 68 مليار لون، واللي استغربته لما استخدمت الجهاز ده فعلا شاشته مشبعه بطريقه حلوه جدا، يعني الجهاز ده في مشاهده المحتوى من احلى الاجهزه اللي جربتها، احلى كمان من السامسونج الاي 55. بالاضافه لان ريزوليوشن الشاشه هنا 1.5K، يعني تفاصيل اكتر بكتير من السامسونج اللي بيجي فول اتش دي بلس، بالاضافه لكثافه بكسلات اعلى في شاشه البوكو حوالي 450 بكسل في الانش قصاد 390 بس في السامسونج. ومن الاخر اللي ما يعرفش ايه اللي انا بقوله ده، فمن الاخر كل ما الرقم ده بيزيد او عدد البكسلز بيزيد التفاصيل اللي الشاشه بتقدر تطلعها بتكون اعلى. وخد عندك بقى دي كمان استحواذ الشاشه في البوكو بيوصل ل 90%، السامسونج 85% بس بسبب الحواف الكبيره الاطار الكبير اللي حوالين الشاشه ده، فده طبعا هيضايقك وانت بتشاهد اي محتوى. تعبت من مميزات شاشه البوكو، ولكن في ميزه كمان ان السطوع هنا بيوصل ل 1800 نتس او 1800 شمعه، ده الماكسيمم، ولكن الفعلي وعلى ارض الواقع حوالي 1250 شمعه مقابل 1000 بس للسامسونج، فطبيعي وبديهي تحت اشعه الشمس البوكو برضه هيكسب. فشاشه البوكو هنا حرام اديها نقطه واحده بس، الشاشه بتتفوق في ريزوليوشن، في سطوع تحت اشعه الشمس، وفي كثافه وجوده الوان واستحواذ كمان اعلى. عارف ان طبقه الحمايه اللي على السامسونج اعلى من اللي موجوده في البوكو، عندك في السامسونج الكورنينج جوريلا جلاس فيكتس، ولكن يعني الشاشه معموله عشان مشاهده المحتوى، بقدر طبقات الحمايه والكلام ده كله، ولكن في مشاهده المحتوى البوكو يكتسح. فنقطه بسبب استحواذ الشاشه الاعلى، نقطه ثانيه بسبب الالوان وكثافه البكسلات والكلام ده كله، والنقطه الثالثه للسطوع الاعلى تحت اشعه الشمس، ونقطه للسامسونج بس عشان طبقه الحمايه الاعلى. طب وزي ما شفنا اكتساح واضح لشاشه البوكو قصاد السامسونج، هل هنشوف نفس الكلام ده في الاداء والمعالج؟ الحقيقه لان المعالجين في الجهازين دول مختلفين كليا. عندك السامسونج بيجي بمعالج من تصنيع شركه سامسونج نفسها الاكزينوس ال 1480، معالج بيحقق حوالي 700 الف نقطه اداء على منصات اختبار الاداء وكده، اداؤه اداء موبايل متوسط بامتياز، يعني لا هيقدم لك حاجه زياده ولا حاجه ناقصه. اداؤه بصراحه كويس قوي في المهام اليوميه، في المهام العاديه، في الالعاب هيشغلك 60 فريم في اغلب الالعاب ومش هيأثر معاك فيها،
ولكن بنتكلم بقى البوكو على الناحيه الثانيه جايب الدايمنسيتي 8300 الترا. ولو عايز تدرك بس سريعا كده الفرق بين قوه المعالجين دول، فالبوكو بيحقق نقط بتوصل لمليون و500 الف نقطه اداء. انت بتتكلم مليون و500 الف قصاد 700، يعني اكتر من 110%، يعني اكتر من الضعف. فطبعا هنا بنتكلم عن جهاز بيشغل معظم الالعاب على 90 فريم، وبابجي كمان المفروض تدعم ال 120 فريم على الجهاز ده، لان انت ببساطه ممكن ملف بقى تدخله يشغل لك ال 120 فريم، لان المعالج ده فعلا يقدر يشغل 120 بسهوله تامه. هيسخن طبيعي زي موبايل بيسخن على 120 فريم، ولكن هيشغلها لك بسهوله. المعالج ده جبار وقوي جدا 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 مع اندرويد 14 على الجهازين. ولكن السوفت وير اللي في البوكو الهايبر او اس بصراحه مستقر كتير عن واجهات شاومي القديمه. ما واجهنيش في الموبايل ده اي مشكله تذكر في جزئيه السوفت وير. فلو هدي نقطه لجهاز عن التاني في جزئيه الاداء، طبعا البوكو هياخد نقطه الاداء. الجزئيه اللي بعد كده واللي سامسونج بقى هتحاول تعدل فيها الكفه شويه هي جزئيه الكاميرات والتصوير. البوكو بيجي بثلاث كاميرات في الظهر، السنسور الرئيسي ال 64 ميجا بكسل في مثبت بصري او اس. بصراحه تجربته جميله قوي لذيذه، ولكن الهايلايتس او الضوء العالي بيلسع شويه في تصوير البورتريهات احيانا، ولكن احيانا ثانيه الصور بصراحه بتطلع مظبوطه وجميله جدا. والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل خاصه بالالترا وايد التصوير الواسع، تجربتها عاديه، والماكرو دي ما بستخدمهاش اساسا. اما السامسونج بقى عنده كاميرا تبان على الورق 50 ميجا بكسل اقل منه، ولكن حجم سنسور اكبر بيطلع تفاصيل اكتر في الصور، مع كمان وجود مثبت بصري او اس، وكمان معالجه سامسونج اللي مفيش كلام يتقال عليها، هتديك تقريبا واحده من احلى تجارب التصوير بالكاميرات الخلفيه في الفئه المتوسطه كلها. فتيجي تقول لي لو انت بتختار مثلا كاميرا خلفيه بين الجهاز ده او ده، طبعا هروح للسامسونج. الصور فيه بتطلع مشبعه اكتر، تفاصيل الاشخاص او السكين تون او لون البشره في الاشخاص بتطلع احلى من البوكو. مش معنى كده ان البوكو وحشه، لا البوكو برضو عجبتني، ولكن لو بنقارن الجهازين ببعض طبعا السامسونج تكسب في الكاميرا الخلفيه. وفي الكاميرا السيلفي نفس الكلام كده برضو، كاميرا البوكو برضو كانت جميله وممتازه، 16 ميجا بكسل كانت بتطلع تجربه كويسه، ولكن السامسونج 32 ميجا بكسل تجربتها كانت جميله قوي سواء في الاضاءه جوه البيت او بره البيت في اضاءه الشمس والكلام ده كله، فتكسب برضو في الكاميرا السيلفي. فهنا في نقطتين يروحوا لصالح السامسونج، او النقطه بتاعت الكاميرا الخلفيه والنقطه الثانيه بتاعت الكاميرا السيلفي. شويه بقى فيتشرز او حاجات ثانيه كده موجوده في الجهازين دول او مش موجوده في الجهازين دول. مبدئيا كده الجهازين ما فيهمش مستشعر مكالمات حقيقي، الاثنين هنا شغالين بالسوفت وير مش بالهاردوير، فالاثنين في المكالمات او في ريكوردات الواتساب ممكن شويه بصراحه يهيسوا معاك. ولكن البوكو عنده نقطه هنا في اي ار بلاستر، او انك تقدر تستخدم البوكو ده كريموت تتحكم بيه في الاجهزه الالكترونيه بتاعتك. الاثنين فيهم ان اف سي. جزئيه البصمه اسرع في البوكو من السامسونج. جزئيه بقى الشبكات فهي اقوى بكتير في البوكو عن السامسونج، الا بقى طبعا لو انت عايش في مدينه مثلا فيها ابراج محمول كتير، الشبكه عندك كويسه، فمش هتلاحظ اي فرق بين الجهازين دول. ولكن كل ما بتبعد اكتر عن الابراج البوكو شبكته اقوى، والكلام ده برضه ينطبق على شبكه الواي فاي. اخيرا بقى جزئيه البطاريات والشحن في الجهازين دول. الجهازين بيجوا ببطاريات كبيره 5000 ملي امبير اور، ولكن الاختلاف الجوهري هيكون في قدره الشحن بتاعت الجهازين دول. البوكو جايب شاحن مرفق في العلبه قدرته بتوصل ل 67 واط، بيشحن لك الجهاز بالكامل من 0 ل 100% في 45 دقيقه بس. اما السامسونج شاحن ابطا بقدره 25 واط ومش موجود في العلبه، هتضطر تدفعه من جيبك زياده، وبيشحن الجهاز بالكامل في حوالي ساعه و5 دقائق، يعني في فرق تلت ساعه بين الجهازين دول. فطبعا نقطتين هيروحوا للبوكو في جزئيه البطاريات والشحن. اول نقطه لان الشاحن الحمد لله موجود في العلبه، وتاني نقطه انه شاحن سريع. نفسي سامسونج تفوق بقى. بكده اكون خلصت معاك كل الجوانب الرئيسيه الموجوده في الموبايلين دول، ولكن ما فضلناش غير جزئيه التسعير اللي جاي بيه الجهازين دول، ورايي النهائي بقى لو انا بختار او انا بشتري بين الجهازين دول هشتري مين فيهم وليه. يلا بينا نبدا. طيب مبدئيا كده السامسونج سعره حاليا حوالي 18500 جنيه ل 18400 جنيه تقريبا. اما البوكو فاقل سعر هتلاقيه ليه 17800 جنيه. في التسعير برضو البوكو هيكسب، ولكن في اغلب المواصفات الثانيه زي ما انتم شفتوا اغلب النقط راحت للبوكو، ما عدا في جزئيه تعتبر رئيسيه برضو في الجهاز، او جزئيتين يعتبروا برضو رئيسيين، هي جزئيه الماتيريالز المستخدمه في تصنيع الجهاز وجزئيه التصوير اللي راحت للسامسونج. فهنا دلوقتي انت بين خيارين، لو انت يهمك فقط التصوير ومسكه الجهاز والخامات بتاعته طبيعي هتروح للسامسونج مش محتاجه كلام. ولكن لو يهمك الموبايل المتكامل اكتر، الموبايل اللي يديك اداء اقوى، الموبايل اللي يعيش سنين اكتر بنفس تجربه الاداء او نفس تجربه الالعاب لو انت بتلعب العاب، والجهاز برضو اللي هيديك شحن اسرع، فطبعا البوكو الاكس 6 برو هيكسب. تيجي تقول لي طب يا عم عمر لو انت بتشتري بقى من الاخر بدون بقى كلام خالص هتشتري مين فيهم؟ هقول لك هشتري البوكو اكس 6 برو، لان شخص اكتر حاجه بتهمني الاداء التقيل واداء الالعاب بالاضافه لشاشه التحفه اللي كانت موجوده في البوكو. ولكن ده كان رايي الشخصي. المهم رايك انت اكتبوا لي تحت في التعليقات، وما تنسوش في نهايه الفيديو بقى اللايك بتاعك الجميل، وتشترك في القناه مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. انا عمر من قناه اوبيتك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.